انا عايز حد يرد عليا بس سؤال وحد يرد عليا فيه. دلوقتي انت ما حسبتش ليه ضربه جزاء؟ حكم ماتش الاهلي وسيراميكا، انت ليه ما حسبتش ضربه جزاء؟ الكره واضحه وصريحه، والزق اللي في الظهر باين، وايده مفروده. يعني انا مش عارف انت ليه ما حسبتش ضربه جزاء. يعني انتوا خلاص يا جماعه، انتوا وصلتوا لنا مرحله ان انا يعني هظلمك عافيه، هجام الفرقه على قفاك عافيه. يعني هي خلاص مش حتى غلط خطأ تحكيمي، لا، ما هو خلاص ما عادش في حاجه اسمها خطأ تحكيمي. اذا كان اوفسايد ولا اذا كان جون ولا اذا كان طرد ولا اذا كان بلانتي، ما عادش في حاجه اسمها خطأ تحكيمي، بقى عندك فار. يعني ما عادش ليك حجه. الكره واضحه ان هي بلانتي، انت ليه ما حسبتهاش؟ يعني انا محتاج حد يفهمني انت ليه ما حسبتهاش. يعني هو ايه في القانون بيقول ان دي ما تتحسبش ضربه جزاء؟ يعني قول لي دي في القانون ايه ما تتحسبش ضربه جزاء وانا هسمع. انا جاهل، انا ما اعرفش، قول لي هي ايه ما تتحسبش ضربه جزاء ليه؟ تمام. وعايز اسالك سؤال، الكره دي لو بره ال 18 هتحسبها فاول ولا مش هتحسبها فاول؟ وسؤال تاني، الكره دي لو للاهلي هتحسبها بلانتي ولا مش هتحسبها بلانتي؟ وقسما بالله ما هترجع للفار، ده انت هتحسبها من قبل ما ترجع للفار. تمام. يعني انا عايز حد، يعني انتوا ليه وصلتوا لنا ان الكره بقت هنا اهو عافيه. انا هدي الفرقه بطولات كلها عافيه. يعني السنه اللي فاتت بخصم الثلاثه بونت عافيه، النهارده ضربه جزاء ما اتحسبتش على عينك يا تاجر عافيه. طب وليه يا جماعه؟ طيب وبتسال المنتخب بتاعك مش كويس ليه؟ يعني انت جاي تسال المنتخب بتاعك مش كويس ليه؟ انت رايح تعادل مع بوركينا فاسو وبتكسب اثيوبيا بضربتين جزاء. انت ما كسبتش اثيوبيا بلعب ولا بمجهود، انت كسبت اثيوبيا بضربتين جزاء يا باشا. تمام. انا عايز بس حد يفهمني انتوا ليه وصلتوا لنا مرحله ان هي بقت عافيه. تمام. وطلب بقى لعيبه نادي الزمالك، يعني عشان اللي بيحصل ده تمثيليه. يعني احنا اتعودنا عليها، انا بقالي 30 سنه بتفرج على كوره، احنا خلاص اتعودنا على التمثيليه والمسرحيه دي. تمام. هو هيرجع يضغط عليك بتحكيم، وهيقعد يقول لك تحكيم تحكيم، التحكيم بيظلمني، التحكيم بيظلمني، عشان لما يتجامل محدش يطلع يتكلم. هو هيعمل كده، واستنى وهتشوف هيطلع ناس من عنده تتكلم ان هو بيتظلم تحكيميا الماتشات اللي جايه، حتى لو بعد الماتش بتاعك. تمام. عشان خاطر لما هو الحكام تجامله محدش يطلع يتكلم يقول لك اصل انا كنت بتظلم. لا يا باشا، انت ما بتتظلمش ولا عمرك اتظلمت. انت لما بتيجي تتكلم في ظلم بتتكلم في ظلم، في انذار، في فاول على ال 18. تمام. في جول اتحسب عليك وانت كسبان اربعه. تمام. لكن انت دلوقتي، انا عايز حد يفهمني احنا ليه وصلنا لمرحله العافيه. يعني انا ليه وصلت لمرحله ان الكره بقت عافيه يا عم؟ انا هحسب عليك ضربه جزاء؟ لا مش هحسب ضربه جزاء. إيه هتعمل حاجه هطرد اللعيب اللي قصادك. يعني انت ليه يعني احنا ليه، انتوا كرهتونا في الكوره ليه يا جماعه؟ يعني انتوا كرهتونا في الكوره ليه؟ يعني انا مش عارف اقول انتوا كرهتونا في الكوره قسما بالله. الواحد بدأ يتفرج على كوره وهو صغير، احنا طلعنا على ريال مدريد وطلعنا على برشلونه. انتوا كرهتونا في الكوره، احنا خلاص ما عدناش عايزين نتفرج على الدوري المصري ده خالص، ولا عايزين نشوفه. يعني مش عايزين نتفرج على الدوري المصري ده خالص، لان خلاص انت بتبدا الدوري عارف مين البطل. اللعيبه بقى الفرق قصدي اللي بتحارب بعد كده، بتحارب على المركز الثاني عشان بطوله افريقيا. تمام. انت دلوقتي خلاص احنا عارفين مين البطل، اذا كان من مؤجلات، اذا كان من خصم 3 بونت، اذا كان من اي حاجه، احنا خلاص عرفنا. يعني احنا بنبقى بادئين الدوري، يا جماعه انتوا وصلتونا لمرحله ان احنا بنبقى بادئين الدوري عارفين مين البطل، عارفين مين اللي هياخد الدوري. احنا ليه وصلنا للمرحله دي؟ احنا طول عمرنا كده، يعني مش هقول لك احنا وصلنا، لا احنا طول عمرنا كده. بس انتوا ليه وصلتونا لمرحله ان هي بقت عافيه؟ كان الاول ليكوا حجه ان الخطا التحكيمي والحكم بشر بيخطأ. طب يا باشا دلوقتي ما هو الفيفا عملت لك حاجه تساعدك. يعني ما هي الفيفا عملت لك حاجه تساعدك، عملت لك حاجه بتقول لك فار ارجع، في حكم بيراجع وراك. تمام. وهيطلع رئيس لجنه الحكام يوقف الحكم ماتشين ويحقق معاه وشكرا وكان الله بالسر عليه. كسبت انا صلاه النبي، انا كسبت صلاه النبي. فيها يا جماعه لما يتعادل ولا لما يتغلب؟ يعني ايه اللي هيجرى؟ طب ما الدنيا كلها بتتعادل وبتتغلب، وبتسالوها ما تتفرجش على كوره ليه؟ ولا مالناش نفس نتفرج على كوره ليه؟ ولا حتى مالناش نفس نروح نتفرج على ماتشات المنتخب ليه؟ منتخب ايه؟ ده اللاعب اللي ما رضاش يروح الاهلي بيقعدوا دكه. اللاعب اللي ما رضاش يروح الاهلي بيقعد دكه. مصطفى محمد بيقعد دكه لاسامه فيصل. لعيب بيلعب في نانت واخد جايزه احسن لعيب في الشهر في فرقته، راح يلعب قاعد دكه. اللعيب بيلعب في البنك الاهلي ما جابش جول في الدوري المصري. احنا بنهزر يا جماعه قسما بالله.